بما إنه فاضل كام يوم على ألبوم BTS الجديد، تعالوا نتكلم شوية عن فكرة الألبوم ومعنى أريران. واحدة من أشهر أغاني الفلكلور الكوري اللي عمرها أكتر من 600 سنة، اتغنت في العصور القديمة وبتختلف كلماتها وألحانها من منطقة للتانية، وموجود منها أكتر من 60 نسخة. نسخة أريرانج اللي هتكون موجودة في الألبوم هتكون متعلقة بنسخة أريرانج اللي هي بتاعت السبعة الكوريين اللي حصلت سنة 1896. أريرانج بعض اللغويين بيقسموها لمقطعين، أري معناها جميل ولانج معناها حبيب أو شخص عزيز. الأغنية نفسها بتعبر عن عدة مواضيع زي الحنين والفراق والصمود والحب والهوية الكورية، وأحيانا كانت بتغنى في مواسم زراعية زي مواسم الحصاد. بالمناسبة الأغنية دي كانت بتستخدم في فترة الاحتلال الياباني من 1910 ل 1945 كرمز للمقاومة والهوية الوطنية الكورية. اتسجلت ضمن التراث الثقافي غير المادي في منظمة اليونسكو سنة 2012. عقبال اللي عندنا، شعار الألبوم نفسه عبارة عن 3 دوائر. الدوائر دي مستوحاة من جرس الملك صندوق، ولو لاحظتوا من تصميم الأسطوانة بتاعة الألبوم هتلاقوا فيها كده زهرة. الزهرة دي هي الزهرة الوطنية الكورية اللي هي زهرة الشروق. خلاصة ان الألبوم حرفيا كله عبارة عن تأكيد للهوية الوطنية، اللي هو أيوة احنا كBTS غنينا كذا أغنية بالإنجليزي بس احنا لازلنا متمسكين بالهوية الوطنية. وأخيرا What's your love song؟